اهلا وسهلا بحضراتكم، والنهارده جاي اتكلم على مباراه القمه. المفروض مباراه القمه ده كان بيبقى يوم عيد بنستناه من وقت للتاني، من موسم لموسم. كانت بتبقى مباراه للاهلاويه والزملكاويه في غايه المتعه والسعاده للمشاهده، وبعد كده للمناوشات بين الاهلاويه وبين الزملكاويه، بس كانت مناوشات لذيذه وظريفه، زي كان تعليقات كابتن محمد لطيف مع الاهلاويه وتعليقات كابتن علي زيور وحسين مدكور مع الزملكاويه. لكن الموضوع اتحول دلوقتي لكابوس. قبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. بتمنى المباراه تكون مباراه داخل الملعب فقط. بتمنى المباراه تكون مباراه 90 دقيقه، مش مباراه 4 ايام. يعني ليه الاستوديو التحليلي ده 4 ساعات قبل المباراه و4 ساعات بعد المباراه واثاره الفتن بين الجماهير؟ ليه؟ احنا في دول اوروبا كلها بنشوف مانشستر يونايتد بيلعب مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي بيلعب ليفربول، وليفربول بيلعب تشيلسي، والموضوع لا يخرج عن 90 دقيقة، وكله بيطلع يهني بعضه، فايز وكسبان كله بيطلع يهني بعضه طالما كل واحد عمل اللي عليه داخل الملعب. لكن الموضوع عندنا هنا بيبتدي من قبل المباراة وينتهي بعد المباراة. اما المباراة ملهاش دخل خالص بالاحداث، ما بقتش تهم اي حد. كل الاعلاميين كل اللي يهمهم نسبة المشاهدة اللي بيحققوها على القنوات بتاعتهم، وكمية الفتن اللي بيثيروها بين الجماهير. هو ده مقياس النجاح عندهم، وده بصراحة أنا بعتبره مقياس للفشل. وإحنا ماشيين في طريق نهايته مش محسوبة، نهايته ممكن تكون كارثة، نهايته ممكن تكون بورسعيد جديدة. أنا بناشد جماهير الأهلي وجماهير الزمالك، اكتر من الاستمتاع بالمباراه ما تشغلش دماغك، اكتر من الاستمتاع بالمباراه ما تشغلش دماغك. وبقول للنادي الاهلي، برغم الغيابات اللي عندك انت نادي كبير، والنادي تقدر تقدم كوره باي 11 لعيب. بقول لعلي لطفي انت حارس مرمى كبير، ونغمه جماهير الاهلي ليك مش عجباني. يعني نغمه جماهير الاهلي لما يكونوا قلقانين ان محمد الشناوي مش هيشارك في المباراه، ده بيمثل ليك نوع من الاحباط نوعا ما. لكن انت حارس كبير وتقدر تثبت نفسك، وكل الحراس بيتولدوا من مباراه كبيره زي دي ومن فرصه ما بتجيش كتير. ده رساله لعلي لطفي وللنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اما رساله الجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك، قول لهم انتوا فريق ممتاز، فريق بيقدم كوره حلوه، فريق بيقدم كوره ممتعه. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى للنادي الاهلي التوفيق، واللي يلعب اكتر واللي يعرق اكتر في الملعب وفاز نقول له مبروك، والمهزوم نقول له هارد لك، هتعوض في ماتش تاني وماتش تالت وماتش رابع، والدنيا ما انتهتش. ارجو من جماهير كرة القدم انها ما تاخدش المباراة على انها اكتر من 90 دقيقة كرة قدم. ويا جماعة سيبوكم من الاعلام الاصفر اللي بيوجه الجماهير لسكة المشاهدة والنسب المشاهدة العالية اللي بعد المباراة. اشكركم والى اللقاء، واتمناها مباراة ممتعة ليكم ولحضراتكم ولكل السادة المشاهدين. شكرا.